سماعتك جاهزة؟ طب يلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع جينيفر اللي بتكون آخر واحدة هتخرج من الشركة، وبتكون مخططة هتقضي أجازتها ازاي، وإنها هتسافر لخطيبها تقضي مع الويك إند. الله يسهل له يعني. وبتمشي وبتروح على سانسيرو وبتركب. وبعدين بيجي جي اللي بيكون خارج من مكتبه، وهو كمان آخر واحد مروح من الشركة، وبيركب معاها الأسانسير وبيحاول يفتح أي كلام ويهزر معاها. بس صاحبتنا واقفة زي اللوح ومش بتدي أي رياكشن للوح اللي جنبها. فبياخد باله من رسمة في الأسانسير وإن كان في حد محبوس هنا، وبيوريلها عشان تفتح معاها كلام، وبينزلوا سوا. والأسانسير بيكون في الدور 42 وبيعطل بيهم فجأة، وبيدوسوا على زرار الإنذار ومفيش أي حاجة بتحصل. وبيقف قدام الكاميرا عشان الأمن يشوفه، ولا أي حد بياخد باله. والمصيبة إن بتكون موبايلاتهم كلها مفيهاش شبكة. وجينيفر بتتعصب جدا وبتتضايق وبتخاف إن هي تضيع رحلتها وتتأخر على ميعادها، وبتزعق على الباب ولكن محدش بيسمعها. فجاي بيقترح عليها ان ممكن يكون في فتحات في السقف، وشالها عشان تتاكد. وقعدت تخبط جامد بس ما قدرتش توصل لحاجه، وايدها وجعتها جدا فنزلها. وعدت اكتر من ساعه، هنا اتاكدت ان خلاص مستحيل تلحق الطائره بتاعتها. وبيحاول يخرجها من المود اللي هي فيه، وبيديها الميه كانت معاه عشان تهدى وتروق عليه شويه كده. بتقول انت مش احسن مني في حاجه، فبتديله الطوفي اللي معاها، وبتقول له لازم ما نخلصش كل الاكل اللي معانا عشان مش ضامنين هنفضل محبوسين قد ايه. وبتكون مزنوقه جدا ومحتاجه تدخل الحمام ومحرجه. فبيقترح عليها جي انها تعمل في اي ركن في الاسانسير، وانه بيكون ما عندوش اي مشكله خالص. هي بتكون محرجه جدا من الموقف. وبعدين بيقول لها انه هيداير وشه ويسد ودانه ويغمى عينه ويخمط مناخيره، اي حاجه يعني. وبيقترح عليها تعمل في الزمزميه اللي معاها، كانت كل قرف انتوا الاتنين. بتاخد راحتها وبتعمل حمامها اخيرا. قرفتونا والله العظيم. وبترسم رسمة على الحيطة وبتسيب ذكرى للموقف ده، وبيفضلوا يلعبوا ويتكلموا عن نفسهم. وهو بيقول لها انه ما عندوش ولا حد يهتم بيه ولا يحبه، لان شغله واخد كل وقته. وهي كمان بتقول له ان هي عايشة حياتها كلها شغل وبس. بس قررت ان هي تاخد اجازة وتشوف خطيبها، واديها اتحبست معاه في الاسانسير. بتفكرني بحظي في الحياه والله. والوقت بيعدي وبيقربوا من بعض اكتر وبياخدوا على بعض. وجي اعترف لها انه بصراحه كده معجب بيها، وانه شافها قبل كده في الشركه. وبيكون معاهم اقلام رصاص، فبيقرروا يرسموا بعض. وهي بترسم له صوره وحشه جدا ومضحكه، على عكس جي اللي رسم لها صوره حلوه جدا وفرحت بيها. وقالت له سوري على العك اللي انا عملته ده، كنت بهزر معاك. وطلعت موبايلها وصورت الصوره وقالت له ان هي هتحطها بروفايل لما يطلعوا من الاسانسير. وبيقعدوا يسرحوا في انواع الاكل اللي بيحبوه، لحد ما جينيفر بتضعف وبتقول له غير الموضوع، اصل انا موجوعه وهموت من الجوع. فبيقول لها طب اقترح علينا اي حاجه يا ست نتكلم فيها. فبتقول له كلمني عن دراستك. وبتبدا تصوره وهو محرج ومكسوف، وبينزل راسه في الارض يا عيني. وبيبدا يحكي، وبعدين بيقول لها لا 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 لا، طب احكي انت الاول. فبتتكلم وبتحكي عن نفسها، وان هي كانت بتحب واحد في الجامعه، وانهم دخلوا مع بعض المكتبه وقرروا يقروا روايات رومانسيه. والموضوع اتطور معاهم لحد ما طبقوا كل الروايات اللي هم قروها. وجات دور على جي ان هو يحكي، واتحرج وقال له ان هو ما عندوش اي تجارب زيها. فبتقول له طيب اسرح بخيالك وتخيل اي قصه واحكيها لنا بدل الملل اللي احنا فيه ده. فبيقول لها انه خرج هو وصاحبته في العربيه بتاعته، وان هم بداوا يشربوا لحد ما يسكروا، وبيتطور بيهم الموضوع نفس التطور اللي هي اتطورته مع صاحبهم في المكتب. خد هنا ما تسرحش بخيالك وتعالى كمل معايا الفيلم. المهم جاي بيقرب منها وبيبداوا يطبقوا الروايه هم كمان، وبيراجعوا مستواها في الروايه عامل ازاي. وبيقول لها يا بنت الحلال انا خلاص حبيتك وعايزه اكمل معاكي بقيه حياتي. فبتقول له انت متهور ليه كده؟ لا طبعا احنا كنا بنطبق الروايه بس، لكن انا بحب خدشيبي عادي. لا صدقه يا طهره بجد. تقول له لا فوق كده، انا بحبه واللي بينا اقوى من اي حاجه، يعني مجرد فرفشه بس، وده انا مسافره له يا جدع. فبيقول لها ان خطيبها ده ما يستاهلهاش، وبتبان نيته الخبيثه، وانه كذب عليها في كل حاجه قالها لها، حتى ان اسمه مش جاي، وانه ولا حاجه قالها لها كانت حقيقيه. وخرج كل النوايا الخبيثه وقال لها ان هو حارس الامن بتاع المكان، وان هو بيراقبها بقاله كتير على الكاميرات، ووراها صورها وهي راكبه الاسانسير، وانه يستاهلها اكتر من خطيبها الخنزير ده. وبيفتح الاسانسير بالمفتاح وبيقول لها ان انت تقدري تخرجي دلوقتي عادي. جينيفر اتعصبت جدا ان هو كذب عليها، وقالت له ان هو مهووس، وقالت له يا ابن التيت ازاي حبستني هنا، وقالت له انا هخرج وهخليك تتعفن في السجن. اول ما سمع كلمه السجن خاف جدا، وقال لها انه مستعد يقتلها هنا ولا انه يدخل السجن يوم واحد. فجينيفر كسرت مفتاح الاسانسير برجلها وهي بتحاول تهرب منه، وكده اتحبسوا بجد. وجينيفر مسكته وضربته بكعب جزمتها، فضلت تضرب فيه بكعب جزمتها كتير جدا لحد ما وشه اتملى دم، وخافت انه يكون مات. قربت منه تشوفه حي ولا لا، قام مسكها وهبطها في الارض واغمى عليها. ولما فاقت جينيفر بتساله هو ليه عمل كل ده،
فقال لها انه حب يستفرد بيها في الاسانسير وانه ممكن يقتلها على انه يخش السجن يوم واحد، خصوصا انه دخل السجن قبل كده. بعدها بشوية فتح جاي الهدية اللي كانت جايباها لخطيبها، وكانت قميص وبدلة. فلبس القميص وطلب منها تفتح الهدية التانية، وكانت علبة سجاير فخمة، فخلاها تفتح علبة السجاير وشرب منها. وبعدين قرب منها واعتذر وقال لها تسامحه ويبدأوا صفحة جديدة، وإنه ندمان على كل اللي عمله، وطلب منها إنها تسامحه، لكن هي ما كانتش بترد عليه. وبيبص جاي فوق فبيلاقي إنه مفيش مسامير في سقف الأسانسير فوق، فبياخد الترمس اللي كانت لا مؤاخذة جينيفر عاملة فيه البيبي، بيدق بيه فبيكسر اللوح، وبيفرحوا جدا إن هم هيهربوا من الأسانسير. وبيشيل جينيفر على كتافه عشان تطلع فوق وتسبقه، لكن جينيفر بتبيعه وبتقوله طب سلام يا ابن العبيطه. فبيتضايق جدا وبيتعصب، وبتطلع جينيفر على السلم بتاع الطوارئ. في الوقت ده بيكون هو واستخدم هدومه عشان يطلع، وبيطلع فعلا. واول ما جينيفر بتوصل للباب بيشدها من رجلها ويوقعها، وبيقعوا هما الاتنين تاني في الاسانسير. وفاقت جينيفر الاول وشافت جهاز الانذار شغال، فجربت تولع بالولاعه عشان جهاز الانذار يشتغل، فولعت وما حصلش حاجه. فجربت تولع في شويه ورق، فالاسانسير اتملى كله دخان. قام جاي صحى، جينيفر خدت بالها منه، ضربته برجليها وكسرت له مناخيره، وبعدين كتفته بالهدومه وبطته. قام جاي قال لها ان جهاز الانذار مش شغال والشركه كلها فاضيه وما فيهاش حد، حتى موظفين الامن الباقيين واخدين اجازه. بعدها هددته جينيفر بالولاعه واجبرته يعترف بكل حاجه عملها فيها. وبعدين شغلت كاميرا الموبايل وبدات تسجل، واجبرته ان هو يتكلم عشان بعد ما تخرج من الاسانسير تبلغ عنه. واعترف لها ان اسمه جون ديكنز، وان هو خطط ان هو يخطفها في الاسانسير. واعترف لها ان حتى الرسمه اللي كانت موجوده على الاسانسير هو اللي رسمها قبل ما تدخل. واستغل ان هي كانت مشغوله عطل الاسانسير بالمفتاح اللي معاه. واعترف لها انه كان شغال محاسب في شركه كبيره، لكن في يوم من الايام كان سايق عربيته وهو سكران وخبط بنت صغيره وماتت، وبسببها اتسجن 6 شهور ودفع رشوه وخرج. ولما خرج من السجن ما لقاش اي شركه تقبل توظفه محاسب تاني، فاضطر يشتغل عندهم حارس امن. وجا عليهم تاني يوم وهم لسه في الاسانسير، وكان حارس الامن التاني جا هو وصاحبته ودخل الشركه. ولما جه صاحبه التاني قعد ينادي على صاحبه جون، ولما مش بيلاقيه راح يبص على كاميرات المراقبه، واللي بيلاقي فيها جون وجينيفر مرميين على الارض. فبينده عليهم في الميكروفون وبيقول لهم ان انتوا كويسين. فجينيفر بترد عليه وبتقول له ارجوك تعالى ساعدنا. قام راح لهم وساب صاحبته نايمه على الكنبه وراح يفتح لهم بحديده معاه، وقال لجينيفر تبعد شويه عشان يعرف ينزل الاسانسير للارض عشان يسحبهم. ولما راح للناحيه تانية جون ضرب جينيفر، وبعدين جون نادى على صاحبه وقال له اديني المفتاح عشان افتح الاسانسير من الجوه. ولما صاحبه رماله المفتاح جون قال له ان المفتاح مش شغال، وقال له طلب منه يدخل يساعده. ولما دخل راسه جوه شاف جون وهو مدخل المفتاح. قام جون قفل عليه باب الاسانسير وقسم صاحبه نصين. جينيفر اترعبت جدا وقعدت تصرخ. قام استغل ان هي مصدومه، قام ضربها على راسها واغمى عليها. وبعدها شال جينيفر ورماها في شنطه عربيته، ورجع كسر الموبايل اللي هي صورته بيه عشان يخفي اي دليل. وبعدين رجع الاسانسير، رمى جثه صاحبه وغسل هدومه من اي دم، ولبس لبسه الموظف بتاع الشركة عادي جدا. وبعدين راح المكتب ومسح كل تسجيلات كاميرا المراقبة للوقت اللي عمل فيه جريمة. في الوقت ده صحيت البنت اللي كانت جاية مع الحارس زميله اللي هو قتله. قام طلع يجري وراها وضربها وقتلها ورماها مع صاحبه في الاسانسير. وبعدها رجع جون وركب عربيته وراح بيها منطقة مهجورة عشان يتخلص من جثة جينيفر. ولما فتح شنطة العربية كانت جينيفر مغمى عليها، واخد البنزين وغرق بيه الزبالة. كانت جينيفر صحت وضربته على راسه واغمى عليه. وركبت جينيفر العربيه ومشيت بيها، ولكن وهي ماشيه بيها شافت السيجاره مولعه. قامت بصت له كده ورجعت تاني بالعربيه باقصى سرعه ليها، وخبطت في صندوق الزباله بعد ما جون نط فيه من الخوف. وبعدين نزلت جينيفر من العربيه وشافت جون وهو بيتألم جوه الزباله، ورمت السيجاره عليه من بعيد وانتقمت من جون، واستمتعت ان هو بيتحرق حي. لو الفيلم عجبك ما تنساش تشوف باقي افلامنا، عندنا افلام جامده كتير جدا. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتكتب لنا كومنت حلو زي كتب السكريبت وسجله سلمى محجوب، ومونتاج محمد خالد. نشوفكم الفيلم الجاي. سلام.